يا مساء الفل. النهارده بقى هنفرز سمبوسة. طبعا رمضان بيحب السمبوسة والسمبوسة بتحب رمضان، وهنعمل لها حشوة بسيطة قوي، يعني حاجة بسيطة جدا. وكمان هنشوفها وهي في الفرن، هوريكم لو عملناها في الفرن هتبقى عاملة ازاي، ولو عملناها مقلية تبقى عاملة ازاي. وقولولي بقى انتوا بتفضلوها مقلية ولا بتحبوها في الفرن. لو مرة تشوفوني انا دعاء عمر، ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير لو عجبكم الفيديو، ويلا بينا نبتدي. انا هنا معايا الحشوه بتاعتي بسيطه قوي، جبنه فيتا عادي، حطيت عليها زعتر وحطيت عليها زيت زيتون. هي دي كل المكونات، يعني حاجه بسيطه قوي. هنقلبها طبعا كويس مع بعضها، وهنبتدي ان احنا نحشي السمبوسه. انا هنا حطيت الزعتر. آه، عادي جدا سمبوسه طبعا. للي ما يعرفش يعملها، انا بعملها بالشكل ده. طبعا في ناس كتيرة شطورة يعني بتعرف تعمل السمبوسة. هنا دلوقتي انا عملت، حسيت ان السمبوسة بتاعتي اللي انا جايباها دي جودتها مش احسن حاجة، بتتقطع كده معرفش ليه. ف هبقى اعمل لكم برضو ريفيو كده عن كذا نوع من السمبوسة. تابعوني وانا هحاول ان انا اجيب كذا نوع واوري لكم اختلافاتهم ايه. دي خلاص كده انا عملت السمبوسة، حشيتها، عملتها بالدقيق وعملتها بالمية علشان اقفلها كويس. وزي ما انتم شايفين كده انا فرزنت طبق اهو على القلية. وده جزء انا حبيت ان انا اعملها في الفرن كده بفرشة، بس دهنتها كده لان انا فعلا حسيت ان الجودة مش احسن حاجة، حاساها كده اللي هي يابسة يعني. وبتفكك بسهولة، فدي هعملها في الفرن زي ما انتم شايفين. والجزء التاني هقليها عادي جدا الطبيعي بتاع السمبوسة. هوريكم شكل المقلية وهوريكم شكل اللي في الفرن، وتقرروا بقى انتوا بتحبوا انهي. ودي كانت المقلية حلوة قوي. برضو انا بالنسبة لي حبيت ان انا اوريكم اللي معمولة في الفرن. دي اللي كانت معمولة في الفرن. يعني هو تقريبا الفرق واضح يعني. جربوهم. طبعا الناس اللي بتعمل دايت يفضل طبعا ان هي تاكلها اللي معمولة في الفرن، وبألف هنا وشوف على قلبكم. وكل سنة وانتوا طيبين.